الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم أهلي وناس الطيبين؟ يا رب كلكم بخير صحة وسلامة. أحب أرحب بمشتركينا الجديدين والقديمين، أقول لهم أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة ويا رب يدوم التواصل، وأهم شي تخلونا اللايك لأن اللايك هو اللي يصعد القناة، وتسلموا لي على التعليقات الحلوة اللي مثل قلبكم، وإن شاء الله يدوم التواصل بيننا. مثل ما تشوفون جينا نسوي تشريب الدجاج الأحمر. حضرت الحشو مالت الدجاج اللي هي الفلفل والفلفل الحار أو البارد، والطماطة والبصل والثوم، والتوابل اللي هي فلفل أسود، بابريكا، كاري، عندي نومي بصرة مطحون وورق قار مطحون، وعندي نومي بصرة عدل ورق قار عدل، وعندي الكاتشب والدبس الرمان. هذا مو أساسي، بس إذا حبيت تخلون خلون. أنا أحب يعني طعم الدبس الرمان بالتشريب الأحمر وبأي أكل، لو أحط بالسلطة أخليه كلش طيب. هنا بديت أقطع الدجاج شوية، كانت جامدة استخدمت المطرقة اللي هي إيلي، مو ذاك الجامد، بس حبيت قلت ليش تطلع الشاكوش أو هاي الشغلات، فتحتها بإيدي. وهنا بديت أقطع بيها حتى شني يعني ما تستوي بسرعة، وش اسمه ما تظل يعني القطعة كلش كبيرة وما تستوي يمي. احجوا لنا بنات انتو امتى تدخلون بالمطبخ؟ تقريبا بالساعة 4 أو 4:30 أدخل للمطبخ، ما أطلع من عند المطبخ حتى يقول الله أكبر المغرب، ووراه بعدين يبدي الكرب والغسل والتنظيف والتعديل، يعني ما تخلصين من الشغل وراك. أنا عائلتي كلش صغيرة، ما يعني أدخل من 2 أو 3، لا أدخل عندي بال4. وهاي عندي صدر الدجاج شلت من عنده، قلت أسوي ذا بيتزا أي شي يعني أحتاج أسوي بيه. بديت أحمس البصل حمسة قليلة. عندي شفتوا هذا شو اسمه الحمص بعد ما هالقد مستوي، فما خليته، رجعته على نار هادئة وخليته يستوي حاله، وحطيت التوابل بديت أحمس بيهم حمسة كلش زينة. هنا حتى يذبي الماي مالت الدجاج. هنا ما ردت أطلع يعني أي شيء منتج، وهاي قلت لا خليه وياكم طبيعي، بس ما شاء الله عندي الصوت هنا يمي الجهال كلش عالي، فقلت لا الشغلة خربانة ما يصير هيك، أنا خلي أقطع الصوت وأنا أمنتج، لأن عندي يقين عبالك توم وجيري بالبيت. هنا خليت النوم البصرة والفلفل، وجيت أخلي المي الحار، وخليت الطماطة وبديت أخليها حتى هي تفور، وأروح أرجع يعني أخليها تفور لحالها. هنا خليت الدبس الرمان وقليل من الكاتشب، لا تكثرون، لا إلا يعني تفور وهاي كامل. بعدين أسوي التمن. هنا بعد الحمص عندي استوى، خليته عليه، وهو لازم الحمص ويا الحمص مالت الدجاج، بس ما كان مستوي هواية، فخليته بهاي الطريقة. وهم كلش طيب بنات، إن شاء الله تجربوه ونال إعجابكم. أنا بديت أغسل بالتمن. أنا هذا الفيديو البارحة منتجته ونزلته لكم على القناة، وبنات علقولي عليه، بس طلع نص الفيديو يعني مخربط وما بصورة صافية، وش اسمه التعليقات كلش حلو كانت، فاضطريت أمسحها وأنزله لكم اليوم. هنا سويت التمن بالحمص. ما دام أنا عندي حمص، حتى الشعرية والتشريب أحط عليه حمص، أحب الحمص. أنا زمن جت أسوي التشريب الشوربة مالتها اللي هي يعني عشق الجهال، شفتهم يعني يحبون الشوربة الجاهزة أكثر من العدس، فخليتها يعني أسوي الشوربة. هنا حطت الشعرية بس هيك حمستهم بالدهن، وخلت الماي، وبعدين نضيف عليهم الشوربة اللي جاهزة، نجيبها بالطعم الدجاج كلش طيبة بنات. أنا صراحة كنت أسويها بالبيت، بس يعني مو يعني يراد لها هاي هواي الشغلات، بس هي تقريبا سعرها ب500 دينار، فيجيبوها وتسويها زمن أحسن ما أنا أقوم أوقف وأطبخها.
لا صراحة يعني أحب أسويها، بس هم يحبون هاي الشوربة اللي بطعم الدجاج والفطر. هنا بديت كملت عاد الزلاطة وزينتها بهذا التزيين البسيط، وأكيد هاي الطعمة لازم نطلعها، وإن شاء الله يا ربي ألف عافية عليهم وخير واصل يا ربي. وهنا بديت أحضر المائدة، هنا بديت أصب الفطور. وهاي الطريقة كلش عجبتني صب التمن. تكبسيها بهاي الطريقة حتى شنو ما يتفلش عندنا القالب مال التمن. وهنا هاي الحركات الزمونة تحب هاي الشغلات، فقالت ماما شو راح تطلعها؟ قلت لها اوكي شوي شوي بنتي وهو يطلع الحالة. وهنا هاي الحبشكلات بدون ما يدرون قلتها، لأن زمن وأبوهم ما يحبون هاي الشغلات. تماما من تخلصون انطوني إياهم، بس حق التصوير كلش حلو يطلع. هنا بديت أخلي التشريب الأحمر، تشريب الدجاج بالحمص. وهاي كانت طريقتنا للطبخ الدجاج، وهذا المائدة الرمضانية، وإن شاء الله يدوم النعمة علينا وعليكم حبايبي. وهذا كان فطورنا لليوم. هذا التشريب الجاهز، الشوربة العفو من إيد زمونة. وهاي زلاطة، وهاي هيك هيك أسوي لهم شغلات حتى ياكلون عندي طه وياكلون ما ياكلون، فسويت لهم هاي الشغلات حتى ياكلون. يعني قال تمن على شكل كيكة صغيرة. وهذا الفانوس الرمضاني حبيت اليوم أخليه على المائدة، ينطي نظرية جميلة للمائدة ويحسسنا إحنا بشهر رمضان. وهاي السلطة والحبشكلات والفيكات كلها من إيدي. وإن شاء الله يا رب ينال إعجابكم هذا الفيديو حبايبي. يعني أنا هواي أقول ينال إعجابكم ينال إعجابكم، وإن شاء الله ينال إعجابكم. وأكيد الخضرة على المائدة كلش حلوة. وهاي أبو زمونة راح مادام ياخذ طه وياه للمحل لازم يجيب شي بإيده، فهنا جايب لهم يعني البقلاوة. هاي شغلات بسيطة. وهذا التشريب اللي أنا سويته اليوم، وإن شاء الله يا ربي ألف ألف عافية عليهم، صحة وسلامة على قلوبهم. وهنا هذا كان تصوير تقريبا للتيك توك، فراح يكون عمودي، فأنا سويته أفقي فيطلع التصوير كلش يعني مو واضح عندكم. وهاي الحبشكلات وهاي البقلاوة وهاي الماي والعصير الرمان. هاي هنا دا أشوفكم الإضاءة مالت الرمضانية والتلفزيون بالهول. احنا قاعدين وبالمطبخ نفطر، من نخلص فطور نروح. هنا ما شاء الله شرفت الكهرباء وطفت، فطرنا وخلصنا والحمد لله. بدأ الكرب والتنظيف والشغل. هنا زموني كان عنده امتحان، قلت لها ماما أني راح أغسل المواعين، وأنا يوميا أغسل مواعين الفطور، بس يساعدني يعني بلم المائدة ومسح المطبخ وهاي الشغلات. ونور ما خلصنا مسحنا المطبخ والكاونتر والطباخ. المواعين تكون الهيج لحد ما يرشنون مي، تقريبا بالعشرة بالتسعة ونص تقوم زمن تعزلهم كل ما تخليه بمكانه. وهنا جينا نصب شاي اني والابو زمن، جهال ما يشربون عندي بس طاهر. وهذا كان تعزيمنا للمطبخ. اكيد نوفر الكراسي او السكملي حتى ننظف الجواه. هنا طه كان جاب العيد، وهاي التعلولة البسيطة والمتواضعة، البوشار والبقلاوة والتفاح وعصير الرمان. هنا سويته كوكتيل كلش طيب، خليت وياه برتقال كلش طيب صراحة. حبوا الجهال وأنا هم حبيته. وهاي الحركات والفيكات من إيد زمونة. وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو حبايبي، ومع ألف سلامة.